إليك 5 من بين ألعاب الطفل المغربي قبل ظهور التكنولوجيا الحديثة. أولا، ترومبيا، وهي لعبة البلبل الخشبي وتكون حمراء اللون، وهي لعبة موسمية وتباع بدرهمين، وإذا كان لون الترومبيا الخاصة بك أحمر غامق تسمى بمطيشة أي البندورة، فتكون أنت اللاعب المميز بينهم. ثانيا، المطاردة، وهذه اللعبة كانت من الألعاب المميزة لدى الأطفال، حيث ينقسم الأطفال إلى فريقين، فريق الشرطة وفريق المجرم، ويجب على فريق الشرطة القبض على المجرم لكي تنقلب الأدوار بعدها مباشرة. قبل أن نكمل لا تنسى الاشتراك في قناتي على اليوتيوب علي الحسيني وتفعيل جرس التنبيهات واللايك ومتابعتي في حسابي على الفيسبوك وإنستغرام. ثالثا، كاش. تعتبر كاش من أحب الألعاب للأطفال المغاربة، فهي تجمع بين الخفة والذكاء، لكن الغريب في الأمر أن الجميع يريد الاختباء بدل العد. رابعا، صيد العصافير والحمامة. تعتبر هذه من أمتع لحظات الطفل المغربي، حيث يقوم بصيد العصافير بالعديد من الطرق، وفي الأخير إما يبيعها أو يعيدها إلى الطبيعة، وأنصح الأطفال والشباب بعدم صيدها وتركها في الطبيعة كي تعيش هذه العصافير بحرية. خامسا وأخيرا، بيلوطة. ليس بالشرط أن تشتري كرة قدم غالية من أجل الاستمتاع، فبيلوطة كافية، وهي كرة قدم متوسطة الحجم، وفي الغالب تباع ب5 دراهم، وتعتبر فترات اللعب بها من أجمل وأروع الفترات. أخبروني في التعليقات عن الألعاب الأخرى التي كنتم تلعبونها في صغركم، ولا تنسوا كتابة اقتراحاتكم للموضوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله وحفظه.